مع انعدام الشروط الصحية للعيش في المخيمات في بلاد اللجوء، ترتفع نسب الوفيات بين النازحين، ومع طول عمر الأزمة السورية وزيادة عدد الوفيات في لبنان لم تعد المقابر تتسع، فباتت مسألة الدفن تشكل أزمة للنازحين. بحدود من 8000 ل 10000 حالة وفاة عم تصير بلبنان. الأزمة الحقيقية هي مش مرتبطة بسبب عنصري، هي مرتبطة بسبب المكان أو بسبب الطقوس الدينية أو بسبب مالي اقتصادي. في بعض المدن ما في مقابر مجانية، إنما هي عندها كلفة مالية عالية جدا مثل بيروت. في بعض القرى أخذت قرار إنه بندفن بس السوريين اللي موجودين بالمنطقة. مين عم تدفنوا؟ جارتنا سورية. برمنا من الصبح لهلا، صار من الساعة 5 الصبح لهلا عم نبرم لندفنها للمرة، ما لقينا مطرح. حدا تبرع لكم بالأرض؟ لا، اجينا لعند الشباب لهون وقالوا لنا ايه شو عليه تفنوها، بس صار في مشاكل من الصبح لهلا لحتى نحسن نلاقي هالشقفة هاي نحط المرة بأرضها. هاي كلها القصة، يعني هاي معاناة مو بس إلي، يعني في بجوز بكرة أنا موت، بجوز غيري يموت، بجوز حي الله حدا يموت. وين بدها تدفن العالم؟ وين بدها تروح العالم؟ وإذا بدك تخرجيها على سوريا ما بيخلوك تطالعيها انه تروحي تدفنيها بسوريا، هون اجباري هون، يعني وين بدك تروحي؟ المبادرات الإنقاذية لدفن اللاجئين تبقى ضئيلة وآنية، وتقوم على مساعدات معظمها فردي أو تبرعات مالية من فاعلي خير، فيما تغيب أيضا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الدولية عن المساعدة في هذا الملف. في أزمة حقيقية بالتعاطي مع هذا الملف، يعني المنظمات الدولية ما في عندهم باب انه يتبرعوا لشيء اسمه او بينشئوا مقبرة، بيعملوا ملعب، بيعملوا رحلة، بيعملوا اي شيء، لكن هيدا الباب ما بيتدخلوا فيه، لانه هو مرتبط لازم يكون تابع للمؤسسات الدينية. المؤسسات الدينية هي لازم تتابع هيدا الموضوع. بعد مرور أكثر من 5 سنوات على وجودهم في لبنان، لم يتم حتى الآن إيجاد خطة جادة لحل أزمة دفن النازحين، التي بدورها قد تفتح الباب أمام أزمة أخرى أشد خطراً، وهي أزمة الدفن العشوائي. رزان شرف الدين، قناة الجديد.